خلال الفترة دهيت اكتشفت حاجة لطيفة جدا، ان في ناس بتعرف ازاي تملى وقتها بسعادة، وفي ناس بتدور على السعادة. طب واي نوت ان الناس اللي عارفة طريق السعادة تاخد بايد الناس اللي هي مش لاقيه السعاده. من هنا كانت الفكره ان انا عملت جروب للسيدات. على فكره جروب السيدات ده فكر منتشر جدا، يعني مش من اختراعي، ولكن الجروب ده ايه نوع الخدمات اللي هو بيقدمها للسيدات، ازاي ان هو يقدر يجذبهم وياخد بايديهم من منطقه ان انتوا عليكم مسؤوليات كبيره قوي، عندكم حاجات كتير قوي بتعملوها، ما انتوش لاقيين نفسكم، ما انتوش عارفين تعملوا حاجه لنفسكم، لان تعالوا ممكن ان انتوا تسعدوا نفسكم وتسعدوا غيركم. من هنا كانت الفكره بتاعه الجروب بتاعنا، هو اسمه سوا بنكون. حتى ايفن الاسم نفسه له معنى. سوا بنكون مش ترتب. هقول لك بقى، هقول لك الفرق ما بين الاثنين. ترتتارا تيرا انت لسه بتقولي الحلقه كلها فن وكلها صوت وسعاده. حتى الاسم الاول هو اسم سوا بنكون، ده اسم الجروب بتاعنا، اسم التجمع بتاعنا. معناه حلو قوي، معناه ان حد لوحده ما يقدرش يعمل حاجه، لكن لما نبقى مع بعض هنقدر نعمل مش حاجه واحده، هنعمل حاجه واثنين وثلاثه. جوه سوا بنكون بقى عندنا انشطه كتير، كل نشاط من دول بدأنا ان احنا نديله اسم يرفلكت او يعكس نوع النشاط اللي احنا بنعمله.